صباح الخير. وصفة النهاردة من الوصفات الجميلة اللذيذة. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا عيش بعجينة طرية وهشة وعليها طبقة كريمية في منتهى الجمال، طبقة كريمية بالثوم والزبدة والجبنة. حاجة كده مش قادرة اقول لكم قد ايه بجد الوصفة دي جميلة وتحفة بجد. الوصفة دي كمان للمبتدئين اللي بيحبوا المخبوزات بس بيستصعبوا الموضوع شوية. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا العيش بطريقة جميلة جدا. الوصفة دي في منتهى السهولة وطعمها بجد في منتهى الجمال. اتمنى ان انتوا تكملوا معايا الفيديو للاخر، واتمنى ان وصفة النهاردة تعجبكم. قبل ما يبدأ الفيديو اهم حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة هنبتدي بيها هي المكونات. هنا معايا 280 جرام من الدقيق. المكونات اللي انا هستعملها تكفي صينيتين. لو حابين تضاعفوا الكمية يبقى هتضربوا كل الكمية في 2. هنا هحتاج عليهم 3 معالق كبار من زيت الزيتون. لو مش موجود زيت زيتون ممكن نستعمل اي زيت نباتي موجود عندنا، بس تكون نكهته تكون شديدة شوية، يعني تكون نكهته حلوة. هنا كمان هحتاج معلقة كبيرة من السكر، وكمان عشان تكون العجينة طعمها داخل فيها توم يبقى هحتاج معلقة صغيرة من بودرة التوم. هنا كمان معايا معلقة مليانة من الملح، وهحتاج كمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية بما يعادل 7 جرام. هنا محتاجة مية علشان العجن. هنا المية ممكن نستبدلها بلبن لو في اي حد ما عندوش اي مشاكل مع الالبان، ممكن بديل المية ممكن نستعمل لبن. هنا طبعا زي ما احنا عارفين دايما اللبن او المية اللي احنا هنستعملها بتبقى نص كمية الدقيق. الدقيق معايا 280 جرام من الدقيق، يبقى على طول هيكون نصهم مية او لبن. يعني هنا المية اللي انا استعملتها 140. ضفت عليها السكر والخميرة الفورية وهسيبهم شوية لحد ما يعملوا زي طبقة من فوق، زي طبقة رغوة من فوق. هنا اول حاجة هنحضرها مع بعض المواد الجافة. هنا نخلت الدقيق وضفت عليهم الملح وضفت كمان عليهم الثوم البودر. هقلبهم كده معايا، وبعد كده هنزل ب3 معالق من زيت الزيتون. هقلب كده زيت الزيتون مع الملح مع بودرة الثوم لحد ما نلاقي ان الدقيق خلاص شرب كل كمية الزيت اللي احنا حاطينها. هنا كمان الخميرة معايا بقت جاهزة، عملت زي طبقة رغوة كده من على الوش. هبتدي ان انا اضيفها على الدقيق وابتدي اقلب كده لحد ما تتكون معايا زي عجينة. هنا هاجي على سطح اي حاجة او سطح رخامة، وهبتدي ان انا انزل بالعجينة بتاعتي. رشيت شوية دقيق في الاول، وهبتدي ان انا اعجن لمدة كده 5 دقايق لحد ما نلاقي ان العجينة كلها اتلمت على بعض. وبعد كده هبتدي اشكلها زي كورة. هنا الخطوة دي مهمة جدا، بتخلي ان العجينة معانا يبقى داخلها زي هوا. وهبتدي ان انا الفها كده بايدي لحد ما تتكون معايا زي كورة، تكون ملمسها ناعم، تكون عجينة ملمسها ناعم وتكون كمان سطحها مشدود. نيجي هنا للخطوة اللي بعد كده. هحط العجينة في البولة اللي انا عجنت فيها، وهضيف عليها ربع كوباية من زيت الزيتون. زيت الزيتون هنا هيدي طراوة حلوة جدا للعجينة، وهيخلي العجينة معانا هتكون طرية. يعني بجد وانا ماسكاها مش قادرة اقولك قد ايه هي طرية في ايدي، والمسها فعلا ناعم جدا. من احلى المخبوزات بجد اللي انا بعملها، هتفرق معاكم كتير جدا في الطعم. لما تجربوها هتعرفوا بجد باختلاف كبير جدا. هنا انا غطيتها ببلاستيك او ممكن نغطيها بفوطة مطبخ ونسيبها لحد ما تخمر. هنا هنبتدي نحضر مع بعض الصوص الكريمي. هنا معايا قطعة من الزبدة، وهحتاج كمان 3 معالق كبار من جبنة كريمي او ممكن جبنة كيري، وهضيف كمان معاهم معلقتين كبار من الثوم. هنا لو حابين نكهة الثوم تكون ظاهرة قوي ممكن تزودوا كمان عن معلقتين. لو حابين نكهة الثوم تكون خفيفة شوية يبقى هتستكفوا بمعلقة واحدة. وانت بتخلطوهم مع بعض لو حسيتوا ان الزبدة قطعة الزبدة جامدة شوية ممكن تسيحوها في الميكروويف. هنا هحضر الصينية اللي انا هدخلها الفرن. الصينية ديت اللي هي بتاعت البيتزا. هنا دهنتها زيت وهحط فيها كارتة فرن. هنا خلاص العجينة معايا اختمرت، يعني زي ما انتم شايفين اتضاعف حجمها. هاخدها كده على سطح اي حاجة وهقسمها نصين، عشان زي ما قلت لكم العجينة دي هتكفي صينيتين. هلف كده فيها شوية بس، وبعد كده هاخدها واحطها في الصينية اللي احنا هندخلها الفرن.
هنا هسيبها بس تريح 5 دقايق مش اكتر، عشان لما اجي افردها تتفرد معايا بكل سهولة. اهم حاجة واحنا بنفردها نفردها بالراحة علشان ما نخرجش كل كمية الهواء اللي احنا دخلناها فيها. كل ما العجينة ارتاحت كل ما هتتفرد معانا بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين اتفردت معايا بسهولة وكمان ملت كل الصينية. اهم حاجة ان احنا نفردها بالراحة خالص علشان ما نخرجش منها كمية الهواء اللي احنا دخلناها فيها. هنا هغطيها ببلاستيك او ممكن بفوطة مطبخ وهسيبها علشان تخمر. هنا خلاص العجينة معانا بقت جاهزة زي ما انتوا شايفين، اختمرت وبقت كويسة جدا. هنا هبتدي اجيب الصوص اللي احنا حضرناه مع بعض. هنبتدي ان احنا نفرده كده طبقة خفيفة خالص بالتساوي على وش العجينة من فوق. لو حسينا ان الصوص تقيل معانا شوية علشان هنا احنا حاطين زبدة، ممكن ندخله شوية الميكروويف بس لمجرد ان هو يسيح. وهنبتدي ان احنا نفرد طبقة كده خفيفة خالص على وش العجينة، هيتفرد معانا بكل سهولة. هنا كمان هضيف جبنة موتزاريلا. طبعا كمية الجبنة الموتزاريلا ممكن تقدروا تتحكموا فيها، تحطوا كمية كتير او ممكن كمية قليلة حسب طبعا رغبتكم وحسب ما انتوا بتحبوا. هنا كمان هضيف شوية جبنة برمجان. الجبنة البرمجان زي ما احنا عارفين ان هي فيها نسبة ملح شوية. هنا اي ما ضفتش اي ملح خالص، لكن لو مش هنضيف جبنة برمجان ممكن نضيف شوية ملح صغيرين خالص من على الوش. هنا كمان هحط اعشاب. هنا الاعشاب اللي انا هحطها، انا هحط اوريجانو. طبعا ممكن تحطوا اي اعشاب موجودة عندكم بتحبوا نكهتها. ممكن كمان تحطوا شوية بقدونس فريش، ممكن تحطوا شوية ريحان اللي هو البازيليكو. يعني اي حاجة انتوا بتفضلوها ممكن تضيفوها على الوش. هنا خلاص هي بقت جاهزة ان هي تخش الفرن. اهم حاجة لازم يكون الفرن شغال قبليها على اقصى درجة حرارة موجودة عندنا. هنا كمان دي الصينية التانية انا عملتها مستطيلة. هنا كمان ضفت الصوص الكريمي. هنا ضفت طبقة رفيعة خالص بالتساوي، وكمان ضفت شوية جبنة موتزاريلا وشوية جبنة بارميجان. هنا خلاص بقوا جاهزين ان هم يخشوا الفرن. اهم حاجة الفرن تكون شغالة قبليها على اقصى درجة حرارة. هي ما بتقعدش كتير في الفرن، بتاخد من 20 ل25 دقيقة مش اكتر من كده. لو سبناها كتير في الفرن هتنشف معانا، وكمان الموتزاريلا هتبقى ناشفة. اهم حاجة ان هي تبقى واخدة لون من تحت وتاخد كمان لون خفيف خالص من فوق. هي خلاص كده بتبقى جاهزة ان هي تطلع من الفرن. بجد مش قادرة اقول لكم قد ايه هي جميلة جدا، والريحة كمان مش قادرة، يعني بجد ريحتها وطعمها تحفة تحفة وتحفة بجد في منتهى الجمال. من الحاجات الجميلة جدا اللي دايما بحب اعملها كمان على العشاء. شايفين لونها جميل ازاي، واخده لون حلو جدا من تحت، وكمان الموتزاريلا واخده لون حلو. لو انتوا حابين تطلعوها افتح من كده شويه، لكن الولاد عندي ما بيحبوش الموتزاريلا تكون نيه شويه، بيحبوا الموتزاريلا تبقى واخده لون كده ذهبي من فوق. الوصفة دي كمان اللي بيميزها ان هي طعم الثوم ظاهر فيها جدا، يعني نكهة الثوم فيها قوية شوية. اتمنى بجد ان يكون فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى تجربوا الوصفه دي بجد هايله جدا، وانا متاكده ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم جدا. اتمنى تجربوها، وبالف هنا على كل اللي هيجربها. واستنوني في فيديو جديد، واشوفكم على خير، وباي باي.